السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده يا أبطال هنحل مع بعض صفحة 62 إلى صفحة 67 كتاب الامتحان علوم الصف الأول الإعدادي. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. حط اللايك للفيديو واشترك كده في القناة فرحني. حط لايك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا إن شاء الله. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك أكمل العبارات التالية بما يناسبها. رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث حسب إيه؟ هتقول له الزيادة في أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. يبقى رتبت العناصر في الجدول الحديث ازاي يا شباب؟ هتقول له حسب الزيادة في أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. وفي جدول مندليف هتقول له حسب كتلتها الذرية، حسب كتلتها الذرية. رقم 2 بيقول لك الشكل المقابل بيمثل مقطع من الجدول الدوري ما العنصران أو ما العنصر اللذان يقع في دورة واحدة. هتقول له 3 وال2. العنصران اللذان يقع في مجموعة واحدة تقول له 4 وال2. اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة من 1 ل5. بيقول لك أي الاختيارات التالية بيعبر عن فلز الليثيوم والبوتاسيوم. هتقول له رقم بي الليثيوم والبوتاسيوم. طيب رقم 2 بيقول لك الشكل المقابل بيمثل مقطع من الجدول الدوري أي مما بيمثل التوزيع الإلكتروني الصحيح للعنصر الموضح. هتقول له العنصر واي 282. حنا صفحة 62 ننتقل ل 63. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة يا بطل عشان يوصلك كل جديد. الشكل المقابل بيوضح بعض مجموعات الجدول الدوري أي مما يلي بيعد صحيحا عن عناصر المجموعات. هتقول المجموعة سي لأنها بتتعدد الحالة الفيزيائية لعناصرها. طيب رقم 4 يا بطل بيقول لك هنا 3 مكعبات من المواد 1 و2 و3 في درجة حرارة الغرفة. الجدول التالي بيوضح درجات انصهارها وغليانها. درجة الانصهار والغليان قال لك المكعب الأولاني ده طبعا سائل اهو زي ما احنا شايفين، وده غاز وده صلب. طيب بيقول لك هنا ما هي درجة حرارة السي اكس؟ هتقول له طبعا 55 درجة، 55 درجة مئوية. طب مع عنصران الاكس والواي، فإذا كان العنصر اكس بيقع في الدورة 2 من الجدول الدوري وكان عدد البروتينات في نواة ذرة العنصر واي بتزيد بمقدار 5 عن نواة العنصر اكس، أي مما يلي بيعد صحيح. هتقول له رقم ب اللي هو بيتساوي عدد الإلكترونات في مستويات الطاقة ك بذرتي العنصر اكس وواي. بنك أسئلة كتاب الامتحان بيقول لك اكتب المصطلح العلمي جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب كتلتها الذرية. هتقول له الجدول الدوري المندليف. أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر هتقول له الجدول الدوري برضو المندليف. حلنا صفحة 63 ننتقل ل 64. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل تدريباتنا أول بأول إن شاء الله. رقم 3 بيقول لك جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية. هتقول له الجدول الدوري لموزلي. الجدول الدوري لمين؟ لموزلي. طيب جدول رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. هتقول له الجدول الدوري الحديث. الجدول الدوري الحديث. الصفوف الأفقية بالجدول الدوري الحديث هتقول له اسمها الدورات. طيب الأعمدة الرأسية بالجدول الدوري الحديث اسمها المجموعات. فلزات بتقع في أقصى يسار الجدول الحديث هتقول له فلزات مجموعات الأقلاء. مع عناصر المجموعة 7A في الجدول الدوري الحديث هتقول له الهالوجينات. اللي اسمها ايه يا شباب؟ الهالوجينات. الفئة اللي بتنتمي إليها عناصر الهالوجينات هتقول له الفئة B. عناصر بينتهي التوزيع الإلكتروني لها بعدد 5 و6 و7 إلكترون هتقول له اللافلزات. عناصر تقع في الفئة B ولا يمكن التعرف عليها من أعداد إلكترونات ومستوى الطاقة الخارجي فيها هتقول له أشباه الفلزات. الجدول الدوري الحديث والتوزيع. الجدول الدوري وتوزيع الإلكترون العناصر وخواص إلكترونات مستوى الطاقة الأخير لذرة العنصر هتقول له اسمها إلكترونات التكافؤ. التمثيل النقطي إلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر هتقول له تركيب لويس. عدد الإلكترونات المفردة في تركيب لويس للعنصر هتقول له التكافؤ. اكتب اسم الدال على كل عبارة. عالم رتب العناصر في جدوله تصاعديا حسب كتلتها الذرية هتقول له مندليف. عالم اكتشف ان نواة الذرة بتحتوي على بروتينات موجبة الشحنة هتقول له رازرفورد. عالم اضاف المجموعة الصفرية الى الجدول الدوري المندليف هتقول له موزلي. الفلز السائل الوحيد في الجدول الدوري الحديث هتقول له الزئبق HG اللي هو رمزه HG. طيب اللافلز السائل الوحيد في الجدول الدوري الحديث هتقول له البروم PR. عنصر بيقع بين الليثيوم والبوتاسيوم في مجموعة فلزات الأقلاء هتقول له الصوديوم Na. شبه الفلز الوحيد في الدورة من الجدول الدوري الحديث هتقول له السيليكون. عنصر تتوزع إلكتروناته في 3 مستويات طاقة ومستوى الطاقة الأخير في ذرته مكتمل بالإلكترونات اسمه الأرجون. فلز من الأقلاء بيقع في الدورة 2 هتقول له الليثيوم Li.
الجدول الدوري والتوزيع الإلكتروني للعناصر والخواص. عالم اقترح طريقة مبسطة لتمثيل عدد الإلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر، هتقول له العالم لويس. الغاز الخامل الذي يتضمن تركيب لويس له على 2 إلكترون مفرد، هتقول له الهيليوم HE. أصغر فلزات الأقلاء من حيث نصف القطر الذري، هتقول له الليثيوم Li. أكثر عناصر المجموعة 7A نشاطا كيميائيا، هتقول له الفلور F. حلنا صفحة 64 يا بطل، ننتقل لصفحة 65. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل تدريبات كتاب الامتحان. حط لايك للفيديو شجعني كده، حط لي لايك واشترك في القناة. يلا يا بطل صفحة 65. اختر الإجابة الصحيحة. في الجدول الموزلي كان كل عنصر بيزيد عما يسبقه في الدورة الواحدة بمقدار، هتقول له بروتون واحد. تقع مجموعة الأقلاء الأرضية في يسار الجدول الدوري. عدد عناصر الفئة B في كل دورة من دورات الجدول الدوري بتساوي، هتقول له 6 باستثناء الدورة 1. الفئة B بتحتوي على معظم أنواع العناصر. تنتمي المجموعة الصفرية بالجدول الدوري الحديث إلى الفئة، هتقول له B. تضم المجموعة الصفرية، حل انت دي يا بطل، كل مدى بسيب لك سؤال تحله. من نلاقي فلزات عنصر إيه، هتقول له البروم. يعتبر، هتقول له اليود هالوجين صلب. الشكل المقابل بيوضح مقطع من الجدول الدوري. اي مما يلي بيعد صحيح، هتقول له الCA فلز والGE شبه فلز. رقم 10 بتضم الدورة 4 عناصر من الفئات، هتقول له الB والD والS. الجدول الدوري والتوزيع الإلكتروني بيقول لك تعرف عناصر الفئة دي باسم، هتقول له العناصر الانتقالية. العناصر ايه؟ الانتقالية. احنا صفحة 65، ننتقل ل 66 يا بطل. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. العنصر اللي بيحتوي على مستوى الطاقة M في ذرته، هتقول له الدورة 3 والمجموعة 2A. طيب اي ازواج العناصر التاليه بتقع في نفس الدوره في الجدول الدوري الحديث، هتقول له Cl17 و Na11. العدد الذري للغاز الخامل اللي بيقع في الدوره 2، هتقول له 10. عنصر من الاقلاء بيقع في الدوره 2 فان عدده الذري بيساوي 3. اذا كان مستوى الطاقه الاخير لذره عنصر من الهالوجينات هو المستوى L، فان عدده الذري بيكون 9. عنصر بيقع في الدورة الثالثة والمجموعة 3A وعدد النيترونات في نواة ذرته بيساوي 14، فيكون عدد الكتل 27. طب يتضمن تركيب لويس إلكترونين مفردين في ذرة الS16. أي مما يلي بيمثل تركيب لويس لذرة النيتروجين، هتقول له رقم B. اي من كل الازواج العناصر التاليه احاديه التكافؤ، هتقول له Na11 وF9. تكافؤ اليود هتقول له احادي. تكافؤ الارجون 0. انما العناصر الاربعه الاولى في المجموعات 4A لها نفس، هتقول له عدد الكترونات مستويي الطاقه الاول والاخير. والسؤال ده مهم وبيتكرر كتير، يعني حتى عامله لك عليه مهمه. طيب بيقول لك هنا اصغر العناصر التاليه من حيث نصف القطر الذري عنصر، هتقول له الفلور F. حلنا صفحه 66، ننتقل لصفحه 67. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. طيب بيقول لك اكبر عناصر المجموعه الرئيسيه الواحده في نصف القطر هو العنصر الذي له، هتقول له اكبر عدد الكترونات بيدور حول نواه ذرته. ما التغير الحادث في فلزات الأقلاء بزيادة العدد الذري، هتقول له تنخفض درجات انصهارها. أي مما يلي بيعبر عن عنصر X7 و3، هتقول له بيقع في الدورة 2 من الجدول الدوري. المجموعة الرئيسية في الجدول الدوري الحديث اللي بتضم أنشط الفلزات مجموعة الأقلاء. العنصر الهالوجيني الأكثر نشاطا عدده الذري بيكون 9. اختر هنا رقم 1 هتقول له 2 و4، ورقم 2 هتقول له 4 و2. ما انت تختار من عمود ب يعني الفئة، وهتختار من ب وسي. فأنا كاتبة رقم 1 هتختار هنا 2 أهي و4 معاها اهي. طيب رقم 2 هتختار ايه؟ 4 وبعد كده هتختار 2. رقم 3 دي يبقى تختار 1 و1. يلا يا بطل رقم 2 هتقول له 4 و2، هتقول له هنا 2 و3، هتقول له هنا 3 و4، هتقول له هنا 5 و1. وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. باقي التدريبات هتلاقوها على القناه. اشوفكم على خير، مع السلامه.